ازيكم عاملين ايه؟ يا رب فيديو النهارده يعجبكم. وعايزه اقول لكم مش ناسيه طلباتكم، هعمل لكم حاجات حلوه جدا تنبهروا بيها. هنبتدي في البراد بتاعنا. انا جبت ازازه كلور، بقيس الارتفاع 9.5 واعلم كده وادور الازازه بالطريقه دي، اقيس كويس. هبتدي اقص مطرح ما علمت كده بالمقص. هقسمها نصين بالظبط، حدد كده بقلم، بعد كده اقص. هنا انا هشتغل في نص واحد بس من اللي قسمته. هعمل تموجات من فوق بالمزورة كده، احدد واعلم 2 سنتي ما بين كل موجة، واعلم بالقلم، وبعد كده افرغها واقصها على بلاستيك الكلور. وهرسم كده شكل ودين، هي يد للبراد، سمكها سنتي وبنفس ارتفاع البراد. ناخد بالنا بقى من الحتة دي. البلاستيك بتاع الكلور اللي احنا قصينا منه الايد على صهد الشمعة، بنحاول نعمل اليد ليها تبقى ليها بومبي كده. بنستخدم صهد الشمعة فبتطرى معانا، فبنشكلها زي ما احنا عايزين، وما بتسحش لانها بتبقى قوية. نخلي بالنا بقى من الباترون اللي انا بعمله ده، عشان هننفذه بعد كده على بلاستيك. هنا ورقة عرضها 6.5 وطولها 8.5. بعد كده هاخد من الجوانب، من الجنب ده هعلم سنتي بنقطة كده، ومن الجنب تاني نص سنتي بالمسطرة. نكتبي كده عشان ما تنسيش. وبعد كده هنزل بمسطرة على ما فيش، ومن الناحية التانية برضو نشدها كده لتحت. وبعد كده من الناحية اللي فيها السنتي دي هقيس 3 سنتي هنا عشان يبقى البوز بتاع البراد ده الباترون بتاعه. هعمل هنا 3 سنتي، وبعد كده اشدها على ما فيش من ناحية المكان اللي فيه نص سنتي، وكده تبقى جاهزة. بعد كده هقص كل بقى الزوايد، واسيب بس الرسمة اللي في النص اللي انا حددتها. باخد ورقة المقاسات بتاعتنا وبعلم بيها على ازازة شاور او كرول، وبعدين هفرغها. استعمل الاول اشقها بمشرط، بعد كده مقص احددها كويس. ناخد بالنا برضو من الخطوة دي. انا كده خلاص فرغتها من على الازازة بتاعت الكلور. البلاستيك بجيب هنا الشمعة، البلاستيك النوعية دي بتطرى معايا على صهد الشمعة زي ما عملنا في ايد الابريق، بس بتتشكل معايا. مجرد ما بتتعرض للصهد بتطرى، وابتدي اشكلها. انا عايزة البوز من قدام ضيق على قد بوز الابريق كده، البراد. ابتدي كل شوية اعرضها للصهد واتني واشكل فيها زي ما انا عايزة. من قدام بتبقى نص تدويرة، ومن تحت على اوسع. الفكرة دي جميلة وجديدة، وهنعمل بيها شغل كتير قوي حلو. تبقى كده هنا اتشكلت تمام، بقت معايا وكده بقت خلاص جاهزة. هنا هرسم قلب على ورقة قوية، وارجع ارسمها على ازازة الكلور واقصها. هنا القلب اللي قصيناه عايزة اعمله كيرف بومبي بأي حاجة كده حادة، تبتدي تتنيها لتحت وعلى برضو صهد الشمعة. هيتشكل معاكي، هيدي شكل جميل وكأنه بارز. بصنفرة ناعمة هصنفر الحاجات اللي قصيناها بالبلاستيك كويس. هنا بحدد المكان اللي هلزق فيه القلب بالقلم في النص بالظبط، ما يكونش معوج. واوزع الشمع كويس جدا والزقها وادوس عليها كويس. هنلزق ايد البراد هنا بالشمع، هنا بقلم. نحدد كده عشان شغلنا يبقى مظبوط المكان اللي هنلزق فيه البوز بتاع البراد، ونملى فيه شمع كويس جدا. وافضل ماسكاها كده وضغطه شويه لغايه ما تمسك. هنا بدعمه من ورا بالشمع كويس جدا عشان ما يفكش بسهوله، ومن قدام لو في فراغات بملاه. وبعد كده بميه بقدر اتحكم بالشمع، اشيل الزايد كده وابططه واسويه. هنا بالمشرط الرفيع بشيل كل الزوايد بتاعه الشمع بسويه.
هنا على كرتون نتيجة بحب استعمله عشان بيبقى قوي. حددت كده مكان الشكل بتاعي البراد بالقلم وفرغته، وجيت افرغ من عند الدراع، وهبتدي الزق كده بالشمع، امسك جزء جزء والزقه كويس جدا. طبعا وانا بلزق بهتم جدا بالحواف او بالحروف عشان ميبقاش فيه فراغات، وادوس جامد واكمل لزق القاعدة بتاعته كده بالشمع وبالمية، اشيل الزوايد الشمع واضغط كويس. قبل ما الزق البوز بتاع البراد برفعه كده من قدام شوية بايدي واشيل الزوايد. هنا هبتدي بقى الزق الجزء بتاع البراد ده، لزقت من تحت وهلزق من فوق برضو بالشمع. هبتدي اشيل بقى كل الزوايد اللي شكلها وحش دي كده بالمشرط كويس جدا وانضفه كويس جدا. نهتم كويس واحنا بننضف ان ما نسيبش اي زوايد عشان يبقى شكلها كويس بعد الدهان. هصنفر بصنفرة ناعمة كل الحواف المكان اللزق والكرتون كويس جدا. هنا هحدد 3 نقط، هعمل رجلين. بالمية بنقدر نتحكم في الشمع لو حاجة زايدة وبنشكله. هرسم بقلم رصاص جوه القلب كلمة love LOVE، ندوس عليها بمسدس الشمع، تكون ايدك مظبوطة وسريعة. وهحدد الكيرفات اللي انا عملتها، قصيتها من فوق بالمسدس بتاع الشمع وكمان البوز بتاع البراد. هستخدم الGLC الطبقة البيضاء الأولانية، بالنسبة لنا بتبقى زي المعجون بتداري أي حفر أي مشاكل على السطح. نستخدم هنا كده السفنجة والراحة بطبطبة بسيطة. هنا بستخدم على الكيلو بزود 10 مية، وبعد كده اما اجي ادرج الألوان بزود تاني نسبة صغيرة مية، بس بسيب ده عشان المعجون. هنا بصنفر بصنفرة ناعمة كويس جدا بعد الدهان. نهتم بالتفاصيل الصغيرة دي ان احنا نصنفرها كويس، الايد كده والحواف. هنكون اللون اللي احنا عايزينه، ده جنزيري او اخضر اسمه سكيب على الابيض بتاعك، وبنقلب كده. استخدم السفنجة في توزيع اللون. طبقة الدهان دي انا عملتها مرتين، يعني اديته وشين دهان. بنبتدي نصنفر بعد ما خلصنا دهان طبعا ونشف بصنفرة ناعمة بحركات دائرية، وايدينا كده تبقى خفيفة عشان ما نشيلش اللون. هنكون اللون السيمون الابيض، بنحط عليه نقطة اصفر ونقطتين حمر كده وبريشة رفيعة نريش شغل الشمع اللي عملناه. وهنا كمان على البوز ده كنا عاملينه برضو بالشمع، نحدده يدير شكله حلو جدا. وهلون كمان القلب لكن الكلمة لأ، حواليها كده بالراحة. هنا انا جبت ازازة مية هعمل الزرعة بقى بيها اللي هي اللي جوه البراد، لازم تكون بيضة كده وشفافة. وبشيل الحتة اللي فوق دي، بعد كده بشيل اللي هي القاعدة بتاعت الازازة. انا عايزة طول الزرعة شبر. بعد كده بقصها بالمقص من النص. بعد كده هبتدي اقصها شرايط بالمقص متساوية، بس من تحت لأ، نيجي قبل الاخر ونقف. كلها. وبعد كده هاجي في كل شرطة انا عملتها بالمقص وقصيتها، بعمل لها كده بوز مثلث من فوق عشان تدي منظر سحبة الزرع اللي هي من فوق، واحدة واحدة كلهم. هنيجي بقى ناخد بالنا قوي من الحركة دي. نبتدي نعرضهم بعد ما قصيناهم كده للحرارة، على اساس بس الاطراف تسيح تبقى بالمنظر ده. لكن لو عرضتيها قوي للحرارة ممكن تسيح جدا مني. اعملي اختبار الاول لواحدة وبعد كده اعملي الباقي، وبالراحة كده بس تعرضيها بس لصهد الشمع. وهاجي من الجزء اللي تحت اعرضها بس لصهد الشمع عشان تفرد معايا. انا هبتدي اكون اللون الزرعي بتاع ورق الشجر. هحط اللون الابيض بتاعي وبعد كده اعمل الاصفر
وبعد كده ادرج عليه الاخضر واحده واحده لغايه ما اوصل للون. بعد كده بفرشه عريضه ابتدي الون واحده واحده. انا هدهن هنا بورنيش مائي جي ال سي ده. انا هنا هبتدي اشتغل بسفنجه، هدي طبقه وتنشف وادي طبقه تاني. هو بيبقى لونه ابيض كده، بعد كده بيبقى شفاف. هعمل الورد الصغير من كيس يكون قوي شويه. هحدد طوله 27 وعرضه 6 سنتي بالمسطره كده واقص. هدور الاطراف بتاعته بالمقص. وهاجي من الطرف بتاع الكيس اتنيه كده من غير ما يتقطع مني، خلي بالي تبقى متساويه. هنا هلفها والزقها بالشمع على اللي هي العصايه بتاعه الشيش طاووق. الزق كده بالشمع وكشكش كشكشه خفيفه والزق والف. من اول الوردة كده وبمسدس الشمع نفضل طالعين نازلين، بنعمل الجزء الاخضر اللي هو بيتفرع منه الوردة بشوية مية كده، بنقدر نشكلها كده وهي سخنة. وهندهنها باللون الروز اللي احنا كوناه بفرشة كده، ندهنها كويس جدا. وهنا بفرشة رفيعة قوي بنجيب اللون الاخضر الزرعي بتاعنا، وبنرسم بنلون الحتة اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت الشمع، وكمان العود الخشب بتاعنا. وهاجي هنا باللون التركواز اللي عملنا بيه البراد اساسا، وبسفنجة كده وعلى اطراف ورق الوردة مسح كده عشان نديها شكل كده جمالي. كنت محضرة وردتين تانيين وهاجي اقصها اقصرها شوية بس تبقى اطول منهم. الورد بتاعنا اهو عاملة منه 3، ودي الزرعة كده انا لفتها وحضرة منها واحدة تانية هنا 2. البراد بتاعنا اهو، وهحط اول واحدة كده مش اربطها باستك والتانية جواها. رصص الورد بتاعنا طويلة في النص والقصيرين على الحرف. الورق اللي قدام ده بس يعني اول صف ده هتنيه لقدام كده بالحرارة بتاعة الولاعة. نجيب شريطة ستان نسيح اطرافها كده، احنا هنعملها علقة للبراد من ورا عشان نقدر نعلقه لو عايزين نعلقه على الحيطة. نلزقه كده بالشمع بكيرف كده. انا علقته في وسط بروازين كده يبقى شكله حلو. ممكن تعملي منه واحد تاني بألوان مختلفة، تعملي مثلا القلب تركواز وهو لونه روز يبقوا ورا بعض. حطيت العلاقة الدبل فيس على الحيطة وعلقته كده بالشكل ده. انا عاملاه نص على اساس يجي على الحيطة يبقى شكله كويس كده. عدلته. قولوا له بقى رأيكم في التعليقات، شكله جميل ازاي وديكوري رائع. ممكن تعلقيه تلزقيه برضو في التلاجة باللي هو المغناطيس، بس تحطي له 2 عشان هو تقيل شوية. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة، وشكرا ليكم متابعتكم معايا للفيديو. متنسوش اللايك والشير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.